اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. هذا الفيديو هذا غتشوفوا شويه مغاير على الفيديوهات اللي كنت كنحط. هذا الفيديو محيده فيه الحجاب، وانما ما كيعنيش محيده الحجاب راه ما غنرجع ليه شله، وانما بغيت ناخذ وقتي ونفكر مزيان ونجلس مع راسي ونفكر مع راسي باش ان شاء الله نديرو كيف ما خصو يدار. الله يهدينا ويهديكم جميعا يا ربي. غير بغيت بين قوسين باش ما نتعمقش في هذا الموضوع بزاف. اما البنات ديال الانستغرام راه ديجا عارفين 10 ايام هذه ولا سيمانه. ايوا المهم القصه ديال اليوم هي قصه ديال الغدر ديال الصحابات. بزاف البنات البارح كنت كنهضر معها كيفاش جبنا الموضوع، وقلت لهم الا بغيتوا شي نهار نعاود لكم واحد القصه طرات لي في حياتي. هي ماشي قصه، جوج ديال القصص. اليوم نعاود لكم قصه واحده اللي ما عطاتني تعلمت منها، ولكن في نفس الوقت طحت عاوتاني في غلط اخر مع واحد الفعه اخرى. المهم ما عليناش. القصه ديال اليوم اللي غنعاود لكم هي ديال واحد اللفعه اللي كنعرفها لمده ديال 5 سنين، من السانكيام كاتريام ديالي، كاتريام سانكيام سيزيام الباك. الباك الاول الباك الثاني صافي تزوجت انايا، صافي العلاقه ديالي انا وياها فينيش. المهم البنات كيف ما كتعرفوا، كاينين الصحابات اللي كيبغيو لك الخير وكاينين الصحابات اللي كيبغيو لك الشر. واخا في هذا الوقت هذا ما بقاو الصحابات اللي كيبغيو لك الخير، 99% كيبغيو لك الشر وكيبغيو لك الحاجه الخايبه ويشوفوك ديما لتحت لتحت. ولكن ربي فوق منا كيشوف كل واحد والنيه ديالو، كل واحد وشنو المغزى ديالو بينك وبين هذيك الانسان ولا داك الانسانه. المهم البنات، قلت لكم البنات، هاد الانسانه هذه كانت كتهضر فيا بالخايب، قالت فيا اللي ما كاين، كتشفى لا فيا لا في بزاف ديال الناس. ما خلات حتى شي واحد تصوروا معايا، ما خلات حتى شي واحد. يعني لا جيرانها لا صحاباتها لا عائلتها كانت كتشفى فيهم. يا ربي السلامه يا ودي، يا ربي السلامه، الله ينجينا من هذا النوع هذا. ما عادش كنقول راسي ايمان كيفاش كنتي كيفاش كنتي مسدودين لك العينين والعقل وكل شيء، ولا ما عرفتش ما فهمت وحق الله البنات. تصوروا كنت كنبات معاها كناكل معاها، حيت هذا الانسان اللي كيكون بحال هكا فيه الحقاد وفيه الحساد وهذا راه تصوري منه اي حاجه يوكل لك يا ربي السلامه. شي حاجه يقدر يقتلك، يقدر ما نعرف شنو يطيح ليه في باله باش ما يشوفكش انت مزيانه وانت فايته ولا انت. المهم هي كانت ديما كتبين لي ديك الصوره ديال فرحانه ليا ولا انا عجبها ولا هذا، ولكن هذاك الشيء كان كونتر. ولكن انا في هذيك اللحظه ما نكذبش عليكم ما كانش كيبان ليا داك الشيء. نو، كانت كتبان ليا هذيك السيده بيرفكت، هذيك السيده ما كاينش بحالها، هذيك صاحبتي ديك ديال قلبي اللي كيقولوا. كانت كطيح معايا في العافيه وفي كل شيء. انا كان كيبان ليا داك الشيء، وانما هو راه العكس. هي كانت آه ما عرفت والله، الله يستر وحق الله ما كنحملش نتشفى في نعاير بنادم ولا نسميتو. ولكن هذيك الانسانه كانت اخبت انسان، كانت خايبه بزاف. المهم البنات كما قلت لكم كتبقى تهضر فيا بالخايب، كتشفى فيا واخا الحمد لله ما عندها فاش تشفى فيا. كنت احسن بنت في الليسي. اللي شاف هذا الفيديو قرا معايا وعرفني راه يكتب كومونتير. كنت كنلبس مزيان، كنت الحاجه المخيره البلاصه المخيره كنمشي ليها، يعني الحمد لله. ولكن هي هادشي ما كانش حاملها، ما كانش كيعجبها هادشي. كانت كتبي تشوفني انا واحد الانسانه هابطه لتحت، انا واحد الانسان كتبي تشفي فيا الناس. قلت لكم هي كتبي تشوفني ديما لتحت لتحت، ولكن انا الحمد لله كنت كنبان لبنادم ديما الفوق. كيجيو عندي الناس وصحابي وصحاباتي وداكشي اللي كانوا كيقراو معانا وهذا، كيقولوا لي ايمان راه هذيك راه ما كتحملكش، راه اش كتقول فيك، راه اش كتقول فيك. كنقول لهم لا. انا احساس ديالي كان تصور كنقمعو، كنقول لي لا لا هادشي تخربيق ما يمكنش. لا لا ديك صاحبتي هذيك كدا غير بغاو يفرقونا حيت كيشوفونا مجموعين، حيت راه ما يمكنش انا وياها في الليسي، ما كاينش اللي ما كيعرفش هذوك الجوج. والا شتي هذا الفيديو غتعرفي راه تقولي كنهضر عليك. انا جيت كنهضر عليك اليوم حيت قسما بالله الا الحرقه ديالك عندي هنا، واخا مع ذلك رديتها لك بالبارد، ولكن مع ذلك ما باتش تنسى ليا. ولكن ماشي مشكل. نتحاسبوا عند الله سبحانه وتعالى، غيجازيك على اي حاجه اديتي بها اي وحده، ولا هضرتي في اي وحده وتشفيتي في اي وحده. المهم قلت لكم البنات صافي. داز داك هذيك الهضره اللي كانوا كيقولوا لي الناس وهذا ما تيقتهاش. ولكن فين غادي نتاكد ان بصح هذيك الانسانه خايبه وهذيك الانسانه فيها الحقد وما حاملانيش وكتبين لي غير الحاجه انها انا عزيزه عليها وانا كذا. واحد المره كانت عندي واحد الاوبيراسيون وانا نقول لها
اجبتي معايا. انا ديك الساعه قلت لكم مازال ما تحلوش لي العينين، باقي انا كنعيط ليها اجبتي معايا، اجبتي معايا باش تاخدي اسراري وباش تاخدي باش تمشي تهضري وتمشي تقولي شي حاجه اللي ما كايناش. والله يسمح لك، والله شنو نقول لك، الله يسمح لك، والله يخطفك الحق. قلت لها اجبتي معايا راه غدا عندي الاوبيراسيون باش تمشي معايا الكلينيك. قالت لي راه محال ما نقدرش، راه خويا ما غيخلينيش، راكي عارفه وكذا وكذا وكذا. قلت لها ماشي مشكل، انا نهضر معاه ولا تهضر مع ماما وراه غادي يخليك. قلت لها راه غادي يخليك وما يقول لك حتى شي حاجه. قالت لي اوكي صافي. داكشي اللي كان ماما هضرات مع خوها، قالت لي خليها تبعد معاها، راه صاحبتها وكذا وغدا عندها اوبيراسيون، راك عارف الحياه والموت هادي. المهم صافي خلاها، جابتها اختها ديك الساعات في الليل، بات معايا، مشات معايا للكلينيك. ولكن قبل ما تمشي معايا للكلينيك في هذيك الليله بابا عطاني الفلوس ديال العمليه. ديك الساعه كانت شي 2 مليون ونص باش ندير العمليه. السيده شافت هذوك الفلوس بحال شافت ما عرفت اشنو، شداتهم كتلعب بيهم كتصور بيهم وكذا. قلت لها يا صاحبتي عندكم الفلوس كثير وداك الشيء وكذا. قلت لها ويلي واش حنقا، قلت لها واش بابا يعطيني فلوس هكا؟ قلت لها هذوك الفلوس ديال العمليه. نوضي انتي سيري للمدرسه قولي لهم عرفتوا ايمان با ما عرفت فين كيجيب الفلوس، عندهم بزاف الفلوس، عندهم الذهب، عندهم كذا عندهم كذا، اي ما عرفتش كيديروا خدامين في شي حاجه ما هياش. انايا ما فرصتي والو. ديك الساعه درت العمليه بريت الحمد لله. جاو عندي لي زامي ديالي للدار باش يقولوا لي على سلامتك وداك الشيء. فاش مشيت للمدرسه نرجع كنسمع الهضره. جا عندي واحد الدري كنت انا وياه كنتعاودوا بزاف. قال لي واش فراسك هذيك فلانه جات كتقول هنايا في القسم؟ قلت له شنو؟ قال لي اشنو قالت؟ كتقول باللي باك ما عرفت فاش خدام، ما عرفت فين عنده الفلوس، عندكم الفلوس باش تستلم في الدار وداك الشيء في شكال وكذا. قلت له ويلي. قال لي والله. قلت له هكاك اوكي. تما فين عرفتها انها كتمشي تقول ماشي كتمشي تقول زعما شي حاجه كاينه، وانما كتمشي تقاد سيناريو بطريقه ديالها هي. انسان حمق. انا هذا الانسان اللي كيكون بحال هكا كنسميه حمق، وعنده ضعف في الشخصيه ديالو، ما تيقاش في راسها، وكتبي مسكينه تفرغ داك الشيء ديال هذاك النقص اللي عندها كتبي تفرغه على الناس اخرين. مشات درت هذاك السيناريو. كيصحابها الناس راه حمقين ولا ما نعرف والله. المهم هي عزيز عليها دير الافلام ديالها وتمشي تكذب على ظهور الناس وانا نقول لك اختي الا شتي هذا الفيديو راه الله يسمح ليك وما عادش فين ديري عظامك الا كنتي مازال فيك هذا المرض ديال تهضري في الناس وتكذبي على في ظهور الناس المهم الله يسمح لك. حيت البنات بصح هاد القضيه هادي راه ماشي غير معايا انا، راه مع صحاباتها مع جيرانها كلشي كيجي. فاش تفرقت مع واحد البنات كلشي كيقول لي مزيان ملي تفرقتي معاه، راه كانت خايبه كتجي تهضر فيك. المشكله ماشي كتمشي غير عند الناس اللي كنعرف انا وكتعرف فيا، كتمشي عند صحاباتها جيرانهم ما عندي بهم حتى شي علاقه. وكيشوفوني داخله عندهم كيقولوا لي والله الا ملي كنا كنشوفوك معاها كنقولوا هاد البنت هادي مسكينه اللي مع هاد الانسانه ما عرفتش شنو عرفها عليا، راه زعما كذا. كيقولوا والله الا ديما كنبغيو نهضروا معاك وما كنقدروش. وفي الاخر شحال من حجه هضرت معايا وكذا. المهم الانسان كيبان على حقيقته قد ما بقى، وكل واحد كيخلص الله على قد نيته وكاع اللي كيكون بحال هكا عمر كيشوف شي حاجه زوينه في حياته. حيت كتشوفي راسك انت ما جبتيش انسان حتى شي حاجه خايبه، ما كضري حتى واحد، ما كتاذي حتى واحد. عمري قسما بالله البنات عمري ما قدرت نأذي شي وحده صاحبتي ولا نشوفها فاتني ولا عندها شي حاجه ما عنديش ونحسدها ولا نبغي ندير شي حاجه باش نأذيها. جامي مالو. كندعي بربي مثلا ديك الحاجه بغيتها كندعي لربي يعطيها ليا، مرحبا ما عطاهاش ليا راه ما كتبش ليا، والانسان الاخر الله يسهل عليه. هادشي اللي كاين البنات. المهم اللي بغيت نقول لكم البنات شنو درت ليها انا، كيفاش رديت ليها الصرف، كيفاش انايا تعاملت. كنت ديك الساعه تخطبت وما قلتهاش ليها، يعني سكت شي نقول لكم 6 شهور 7 شهور. وكنت كنمشي عندها وكانت كتجي عندي ومع ذلك سكت، ما قلت ليها حتى شي حاجه حيت صافي تما عرفتها على حقيقتها. وقت ما سمع لي الخطيب ديالي كنخرج برا ونهضر ولا كندير شي سبور ولا كنهضروا غير ميساجات. المهم ما كنتش كنبين ليها حيتاش البنات لو كان بينت ليها شي حاجه في هذيك البيريود غدير شي حاجه اللي سميتو اللي ما هياش، يعني تقدر دير ليا شي سحر ولا شي حاجه. ربي السلامه، واخا انا ما كنامنش بهذاك الشيء، ولكن بنادم ما كتعرفش كيدور في راسو وفهمتو. المهم ما قلت ليها حتى شي حاجه، خليتها بحال هكذاك حتى قرب خطيبي اللي هو راجلي دابا الله يخليه ليا تقرب يجي باش نديرو العرس. وانا نقول لها راه تعرفت على واحد السيد راه غنتزوجو هذا. قلت لي بصح مبروك عليك والله الا فرحت ليك وشكون هذا فين وكذا وكذا.
المهم صافي السيده بينات باللي فرحت ليا. اوكي صافي حتى لواحد النهار كنت خارجه، كنت غادي نقضي واحد الغرض في انزكان. الناس اللي في اكادير يعرفوا شنو هو انزكان، واحد السوق عندنا كنت كنوجد لعرسي. هضرات معايا قالت لي فين كاينه، قلت لها انا لقيتيني خارجه وكذا، قلت لها نمشي معاك نيت، راه بغيت نشوف شي توب ما شي توب باش ندفعوني ندير قفطان ولا تقشيطه للعرس ديالك. قلت لها اوكي. انا كنت معوله ما غنعرض ليهاش العرس. خليت السيده شرات القفطان شرات الثوب، مشات دفعاتو الخياطه وكل شيء. وانا بقات للعرس 3 ايام ولا 4 ايام. قلت لها فلانه كي دايره لاباس بخير؟ قلت لها راه بغيت نقول لك بلي راه العرس ما بقيتش غادي نديروه هنا، راه غنديرو فواحد البلاصه بعيده في البلاد ديال بابا، وتما راه ما كيمشيو طوموبيلات ما والو، ديك ما كان لا ان درايف لا والو. قلت لها ما كاينين ما كيمشي حتى شي بلاصه. قلت لها غاديين غير العائله. قلت لها غير سمحي لي والله. كي تقول لي كيفاش وانا عولت وانايا وجدت شنو غنلبس وماما قلتها ليها، قالت لي ماما قلتها ليها وانا سميتو حشومه عليك واش هي الصحبه. قلت له راه ما كاينش اللي غيديك، قلت له حنايا الطوموبيلات عندنا كامل عامرين، قلت لها ما عنديش كيفاش. صافي وانا نسد عليها. من بعد ساقت الخبار باللي انا ما بغيتش نعيط ليها، وباللي انا العرس درتو غير في دوك النواحي ديال البلاصه اللي ساكنه فيها. صافي بقى فيها الحال. دازت حدايا شي 2 المرات هكا، انا كنشوف فيها كنبغي نبتسم ليها زعما بحرقه انك ما بغيتش نعيط لك، وكدوز حدايا وكتبقى مخنزره فيا. قلت ليها هو مع راسي وما بغيتش نعيط لك، حيت البنات شوفوا لو كانت انسانه طيبه ولا انسانه شفت فيها غير شويه ديال الحاجه زوينه كنت نعيط لها، ولكن انسانه خايبه كتشفى. باش نجيبك انا تجلسي بين عائله راجلي وبين عائلتي وتبقاي كتشفاي ولا تقولي شي حاجه اللي ما كايناش، تبقي دايره لي انا مشاكل، ولا ياخذوا مني شي نظره اللي اصلا مالكش اصلا الشرف تكوني بين هذيك العائله داك النهار باش انني نعرض عليك. يعني كانوا ناس مثقفين، ناس واعيين، ناس متدينين، تجي نتيا تبقاي كتشفي تما وكتضحكي وكتبرهشي. ماشي انسانه اللي تشرفني تكون في عرسي من الاخر. ولكن غتعرفي راسك ملي غتشوفي هذا الفيديو هذا وما كتهمنيش حيت شي حاجه ودازت، ولكن هذه القصه كنت ديما هذا الموضوع كنت ديما كنبغي نهضر فيه باش توصلك الميساج وتعرفي علاش انايا ما عرفتش عليك العرسي، حيت عرفتك ضرك راسك وبغيتي تعرفي وانت عرفتي انك كنتي خايبه وكنتي كتهضري فيا وكنتي كتشفي فيا وكتقولي اللي ما كاين، وكيصحابك انا مقلوبه عليا القفه. ولكن حبيبه كلشي كان كيوصلني، ولكن انا ماشي بحالك ناديك ولا ندير لك شي حاجه نخليك منك لمولاك ونرجعها لك من البرد وصافي. هذا ما كان البنات. هذا الفيديو طولت عليكم، الا كيعجبكم بحال هاد القصص هادو وبحال هاد الشيء خليو لي في الكومونتيرات، ولا عندكم نتوما شي قصه بغيتو تعاودوها ما بديوش تعاودوها شي واحد قلت لكم البنات خليوها لي في الكومونتيرات ونعاودها لكم بالطريقه ديالي انا. وبسلامه عليكم. هاد الفيديو طولتو بزاف، تهلاو في ريوسكم. الا وصلتوا حتى لهنا ديروا ابوني باش يوصلكم اي جديد.